بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معنا في شي جديدة من شيوات ام شمس. كنتمنى تكونوا في احسن حال نتوما كتشاهدوا لا فيديو اليوم ان شاء الله. غادي نقترح عليكم حريشه كتجي جديده منسمه محمره غزاله بزاف، واكيد شي حاجه اللي جديده هشيشه كتذوب في الفم. ما غادي تحضروا باقي حرشه ما حتى شي حاجه، غنعطي لكم كل التفاصيل بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا الحرشه محمره. فكتجي صراحه جديده بزاف، وهذه غتكون منسمه بالطريقه البلديه، فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. فاكيد الا عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم، ارائكم، لايكاتكم لا فيديو، تعاليقكم اللي دائما كتحفزنا في تنزيل فيديوهات جديده. ونمر معكم مباشره للمكونات وطريقه التحضير. فبالنسبه للطريقه كنحتاج هنا 600 غرام من السميده. انا هنا استعملت سميده ممتازه، ممكن تستعملوا اي نوعيه كتفضلوا. كنضيف عليها نصف كاس من زيت نباتي اللي كيعادل 80 غرام. وهنا كاضافه اللي كنضيفها الا كانت عندي متوفره هي معلقه ديال الزبده اللي كتكون طبيعيه 100%. يعني هذه راها زبده بلديه، كي كنقولوا تقليديه، ماشي هذيك اللي كناخذوا من على برا اولا الممتازه. كناخذ معلقه كبيره وكندوبها وكنضيفها على هذا الخليط. هاد الملعقه هذه صراحه كتعطي واحد البنه غزاله الا كانت متوفره. ما كانش متوفره فممكن انكم تستغناو عليها، يعني ديك نصف كاس ديال الزيت راهو كافي. كنبسس هذاك السميده مع الزيت كما لاحظتوا معايا، ودائما كنقول لكم باش كتعرفوا وكتاكدوا ان السميد ديالكم راه مشرب الزيت مزيان وفي القياس. فكناخذوا البودان كنوركوا عليه خصو يبقى هكا، ولكن راه كيتفتت. فهنا كتعرفي ان السميده ديالك راها مزيانه ومشربه الزيت الكافيه ليها، ماشي كتير وماشي قليل. خصها كما قلت لكم تكون هكا، كيتشد هذاك البودان وفي نفس الوقت كيتفرتت بكل سهوله. الا ما كانش تيتجمع راه مازال خص الزيت، الا كان تيتجمع ومزيت راه كثرتي الزيت. فمباشره كناخذ تقريبا واحد الحفينه من هذا الخليط هذا، هي باش غادي نقرصوا الحريشه ديالنا. والباقي كنضيف عليه ساشي ديال الفاني. صراحه انا كتعجبني بنسمه الفاني. كنضيف معلقه صغيره تكون مملوءه مزيان من النافع البلدي، يكون هكا منقي ومصهد شي شويه. كنضيفوا كذلك نصف ملعقه صغيره من خميره ديال الخبز. وكنضيف الملح، وكنضيف 4 غرام من خميره الحلويات، يعني نصف ديك الساشي اولا نصف خماره. وبالنسبه لهذا السكر فانا كنضيف هنا 2 معلقات ديال العسل. الا كان متوفر عسل ممتاز، ما متوفرش فضيفي السكر 2 معلقات كذلك. وبالنسبه للماء كنضيف مباشره 2 ديال الكيسان. في الاول كنضيفهم كاملين، كل كاس راه كيوزن اولا كيعير 200 ملي اولا غرام. وكنخلطوا هكا باصابع اليد ويكونوا مفتوحين، يعني ما نسدوش يدينا اولا ما ندلكوش باش الحريشه ديالنا كنبغي نقول الحرشه تخرج ليا بسبوسه ما عرفت علاش. المهم كنبقاو هكا كنخلطوها باش ما تعجنش لينا. هذا هو السر ديالها، خصها هكا نخلطوها على خفيف، ما نعجنوهاش وما ندلكوهاش على هذا الشكل هذا. فهنا احتاجيت ليها 2 كيسان وربع ديال الماء. تيكون الخليط ديالي على هذا الشكل، كيكون خفيف، تيكون رخو، مايل شي شويه انه جاري. كما شفتوا هانتوما الكاس الثالث كناخذ منه غير شويه ماشي بزاف، يعني قل من 50 غرام اللي كناخذ منه صافي. فهنا كناخذ مباشره كناخذ هذيك الخليط اللي تحصلنا عليه وكنغطيه وكنخليه على جنب حتى كيتشرب داك السميد مزيان. علاش باش نخليوه يتشرب؟ باش ديك الحريشه ديالك ما تجيش مدقصه، كيجيو الحبات ديال السميد كلهم متشربين، ومنين كطيب كتجي غزاله وفتيه. هنا كناخذ المقله اللي بغيت على القياس اللي بغيت الحريشه ديالي. انا كناخذ هذه المقله هي الاولى، كنعمل فيها هكا بلاستيك غذائي على هذا الشكل، كنزل فيها الخليط وكنحاول انني نضغط عليه او انني نقرص هذه الحريشه ديالي مزيان باش كتكون طقده وحده وسمك واحد على هذا الشكل هذا. عاد من بعد غادي نطيبها في مقيله اخرى كما غتلاحظوا معايا. طريقه بسيطه. كناخذ دائما هذيك السميده اللي اللي خديناها مبسسه بالزيت، وديك الزبيده حتى هي كناخذوها وهي باش هكا كنبداو نقرصوا كما لاحظتوا معايا. طريقه راها بسيطه وسهله، فقط غير جربوا هاد الطريقه وردوا عليا. هذيك معلقه الزبده كما قلت لكم كتعطي واحد اللذه هائله بزاف. وحتى الا بغيتوا تعملوها غير بالزبده العاديه، يعني اللي كناخذوا سبيسيال اللي كناخذوا من المحلات بالعبار،
راه ممكن غير ما تستعملوش زبده البواطه، فراه ما كتعطيش لذه زوينه. صافي هنا كما شفتوا معايا من بعد ما كنضغط عليها كلها ولا كنقرصها كتاخذ ليا الشكل ديال هاد المقيله، لان المقله الثانيه ما فيهاش فاش غادي نطيب ما فيهاش الحواف، وهذه فخفيفه بزاف. يعني فاش كنعمل فيها هكا الحريشه خاصني نقص عليها بلا قياس ونبقى مقابلاها وانا كنقلب فيها. فداكشي علاش كنفضل انني نعملها فشي مقله تكون ثقيله، كندهنها بشويه الزيت وكنرش فيها داك السميد وكنقلب فيها هاد القرصه ولا هاد الحريشه ديالنا مباشره كما غتشوفوا معايا. فديك البلاستيك اللي عملنا فيها كيخليها انها ما كتلصقش، وكنزولوها نتوما بكل سهوله كتخدمي بها كيف ما بغيتي. وكنعاود مازال نقرصها ما كنخليهاش غليظه، لانها هي كتعاود كتنفخ اكيد. منين كنديروها هكا طيب فضروري هكا كتعاود تنفخ بالفعل ديال ديك الخميره اللي فيها. فهنا من بعد ما كنعملها في هذه المقيله كذلك كنعاود ندير الوجه ديالها بالسميده بحال هكا باش كيتشرب لينا فهاد السميد، كيزيد يتشرب لينا السوائل اللي كتطلق هذيك الحريشه من الفوق وحتى من التحت. صافي على هذا الشكل هذا كنحاول نضوب ليها غير الوجه ديالها. هنا كما شفتوا معايا المقله ديالنا راها بارده، كنشعل عليها النار مباشره هي والحرشه وكنقص عليها النار هكا في شي كانون اللي يكون كيوزع الحراره مزيان، يعني يكون فيه ماشي كيعطي الحراره غير الجناب ولا غير الوسط. وكتراقبوها. الناس اللي ما كيبغيوهاش محمره راه غادي تبان لكم يعني حتى كتدهبات كتقلبوها، واللي كيبغيها محمره يعني بحال هذه اللي غنعمل فكتخليوها هكا حتى كتبان لكم خرجات التحميره للجناب شي شويه عاد كتقلبوها. اللي بغى التحميره تكون كما شفتوا معايا موزعه مزيان فمره هكا خذوا غير هاد المقله هذه وحاولوا انكم بحال مثلا كانت على هذا الشكل نعاود نحولها يعني نقلبها نحركها بحال هذا الشكل هكا حتى كتاخذ الشكل واللون. فهنا مباشره كنعملوها فوق النار كما قلت لكم، كنقص عليها النار كنعملها انا في الكانون الكبير لان عندي مقله كبيره تبارك الله. صافي وكنخليها حاجه اللي غادي نقول لكم هي ضروري انكم تقلوها من الفوق بلا ما تقبوها ما حتى شي حاجه. كنعمل فوق منها هكا صينيه ولا شي حاجه بحال هكا كنضغطوا عليها، انا كنضغط عليها غير باليد بحال هكا ما كنعمل فوق منها حتى حاجه، غير مره كنضغط عليها بيديا. هاد الصينيه كنخليوها هكا فوق منها حتى كتحمر، عاد كنقلبها هي بها نيت وكنعاود نخليها تحمر على الجهه الثانيه. كيف ما لاحظتوا معايا واحد الملاحظه غنقولها لكم، ان هاد الصينيه اللي كنعملو من الفوق فراه كتخلي الحرشه ديالنا طيب حتى من الداخل بحال كيرجع عليها داك الصهد وكيطيبها من الداخل وكتجي فتيه بلا قياس. كذلك الناس اللي ما كيبغاوش محمره بزاف راه ممكن انكم تعملوا غير معلقه واحده ديال العسل اولا السكر، واللي ما كيبغيهاش هذه اصلا ما كتجيش حلوه يعني بزاف، دوك 2 معالق تجي هي هذيك. شوفوا معايا اللون كي كتجي يا سلام شي حاجه خيال. غير جربوها بصحتكم وراحتكم الفطور والكوتي يا سلام شي حاجه غزاله وهشيشه، وواخا تبقى كتعاودي تسخنيها كترجع هي. فكنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم تعجبكم. شكرا لكم على حسن المتابعه ولا لا يخطيكم. كانت معكم شمس، ما بقى لي الا نقول لكم الى وصفه مقبله باذن الله، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب.